بمضرب النسكافيه بنتي نحلت شعرها خالص من قدام زي ما انتم شايفين الصوره دي. تعالوا اقول لكم عملت ايه وعالجت المشكله الجامده دي ازاي، خاصه ان الحته اللي قدام دي كلها اتشالت حرفيا من الجذور. لو انتوا اول مره تشوفوني معاكم الاء جمال، ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو ونشوف ازاي نحل الكارثه او نحل مشكله تساقط الشعر، او ان الشعر ينحل من قدام او يكون في فراغ من قدام في الشعر، او عامه الشعر كله مش شرط الحته اللي قدام دي. ودي تجربه عمليه يا بنات انا عاملاها قدامكم على شعر بنوتي زي ما انتم شايفين في الصوره، ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم الاء جمال. النهارده قررت اعمل لكم فيديو عملي كده زي ما بيقولوا قدامكم، هتشوفوا الخطوات واحده واحده. كل البنات اللي بتعاني من تساقط الشعر، البنات اللي بتعاني ان شعرها بينحل من قدام، الفراغ او الثعلبه، اي حاجه موجوده في الشعر انا هحلها لكم النهارده بمكونات سهله جدا ورخيصه. وزي ما قلت لكم المكونات دي انا مجرباها شخصيا على بنوتي وعليا انا كمان. اول حاجه في المكونات دي الديرما رولر. طبعا الفتره الاخيره الديرما رولر دي اداه معروفه جدا، في منها التيتانيوم وفي منها البلاتينيوم. انا جبت منها الاداه اللي هي سعرها رخيص شويه علشان هستخدمها للشعر. طبعا لازم تجيبوا استخدام الشعر اقل مقاس خالص اللي هو النص ملي. الاداه دي كمان بتستخدم في علاج البشره، هي فعلا تعتبر سحر. عملت ايه بقى بعد المصيبه اللي بنوتي عملتها؟ بدات اجيب الاداه دي زي ما بقول لكم كده، وجبت كمان زيت اسمه زيت الروزماري. اللي مش عارف زيت الروزماري، زيت الروزماري ده يا بنات بجد يعتبر سحر في علاج الشعر. عملت ايه بقى؟ بدات افتح زيت الروزماري ده واحطه لبنوتي على مقدمه الشعر زي ما انتم شايفين اللي حصل فيها البوظان او التلف او ان هي رقعت زي ما بيقولوا كده من قدام. وبدات اجيب الديرما رولر وبالراحه بدات امشيها على شعر بنتي كده فتره. وبرده مش عملتها على المنطقه دي بس، لا بقى قلت علاجي يبقى كامل، عملتها على شعر بنوتي كله لمده نص ساعه. اعمل احتكاك بسيط كده يا بنات، يعني ما اضغطش قوي عشان دي فروه راس، علشان بشرتك او فروه راسك ما تتعورش. يعني احنا في البشره بنضغط علشان بنكون حاطين بنج، طبعا فروه الراس مش هنعرف ان احنا نحط بنج. فحطيت لها وزي ما قلت لكم بدات امشي بسيط كده مع الزيت، وافضل عامله كده نص ساعه في كل اتجاهات الشعر. بس اتكيت شويه على المنطقه اللي حصل فيها ان الشعره اتشالت، وبعد كده فضلت سايباه لمده نص ساعه وخليتها تاخد دش. عملت الموضوع ده 3 مرات في الاسبوع. بصوا النتيجه بقت عامله ازاي زي ما انتم شايفين. النتيجه يا بنات كانت مبهره جدا. طيب انا بس مش اكتفيت بالموضوع ده، لا انا كمان كنت قاريه عن وصفه كويسه قوي بالروزماري. طبعا انتوا عارفين الروزماري اللي بيستخدم في الاكل بيخلي ريحه الاكل حلوه جدا. انا جبت شويه الروزماري دول من عند العطار ب5 جنيه. عملت بقى ايه؟ خدت معلقه كده وغليتها على قد كوبايه، تمام. واول ما بردت خالص حطيتها في بخاخ. طبعا انتوا عارفين البخاخ بيبقى عامل ازاي. وبعد كده بدات ارشها كل يوم على شعر بنوتي، مره الصبح ومره بالليل. وبقيت بعملها لنفسي انا كمان، بقيت برشها على شعري مره الصبح ومره بالليل. وطبعا مش بتغسليه لان هو اصلا هيديكي ريحه كويسه جدا. بجد يا بنات الوصفه دي بتفرق قوي في الشعر، بتدي للشعر ريحه، بتعمل ترطيب. شعر بنتي كان بيتسلك بصعوبه بدا يتسلك بسهوله جدا. شعرها كان لونه مجرب شويه، اللون بدا يتقل وبدا تحسي ان هو بدا لونه يبقى اسود بعد ما كان تحسي ان هو رصاصي مطرب كده. الروزماري يا بنات سحر، جربوه وبجد هتدعوا لي. يا رب تكون التجربه دي عجبتكم، يا رب تكون الوصفه دي عجبتكم، بجد هتفرق معاكم قوي يا بنات. وما تنسوش ان انتوا تجيبوا الديرما بن او الديرما رولال، الاثنين ممكن تشتغلي بيهم. يعني انا عندي هنا في المركز بقيت بعمل الجلسات دي للبنات بالديرما بن، لكن في البيت ممكن تعمليها لنفسك بالديرما رولال. مش بس ممكن تكتفي بزيت الروزماري بس، هو زيت اساسي. ممكن تجيبي كمان تحطي معاه زيت الجوجوبا، ممكن تحطي زيت السمسم، ممكن تحطي زيت الجنزبيل، الزيوت اللي هي معروفه، او زيت الزيتون او زيت الخروع. ممكن تعملي ميكس 7 زيوت مع بعض وتعملي الوصفه دي، بس الاساس هو زيت الروزماري. لو انت مش عاوزه تكلفي جيبي زيت الروزماري، وبجد هتدعي لي. جربوا الوصفه دي يا بنات واكتبوا لي رايكم في الكومنتات بعد ما تعملوا الوصفه. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسوش ان احنا هنا في مركز تشايني عاملين عروض قوي على تنظيف البشره العميق وعلى جلسات الاكسجينو. اي بنوته عندها اي استفسار تدخل تكلمنا على الخاص. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتعملي شير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. مع السلامه.